بعد ما شفنا في الجزء الأول القتال المميت اللي حصل بين مملكة العالم الخارجي واللي بيحكمها شاوكان اللي كان عايز يسيطر على العالم بمساعدة الرسول بتاعه شانج تسونج ضد مملكة الأرض اللي بيحكمها اللورد رايدان اللي قدر ينتصر بمساعدة الأبطال القوية ليو كانج وسونيا بليد وجوني كيج. وعرفنا ان الفضل الحقيقي في الانتصار ده للبطل الأسطورة سكوربيون اللي حولته حادثة قتل ابنه ومراته لبطل خالد قوي. بس خسارة المعركة ما كانتش النهاية اللي متوقعها شاوكان، علشان كده قرر يحط نهاية لمملكة الأرض بنفسه. تفتكروا هيعمل ايه؟ تعالوا نشوف. الفيلم بيبدأ مع أب وأم شايلين ابنهم الطفل وبيجروا بأقصى سرعة كأنهم بيهربوا من حاجة، وفعلا هنلاقي اللي بيهربوا منه ده وحوش مفترسة واخدة شكل آدمي ولها أنياب طويلة في كل حتة من وشها وإيديها. علشان كده لما وقف الأب علشان يدافع عن مراته وابنه الوحوش اتجمعوا عليه وكلهم دبوا أنيابهم فيه. فحاولت الأم تهرب بابنها لكنهم دبوا أنيابهم فيها وأخدوا الطفل منها. لكن فجأة بيظهر اللورد رايدان حاكم مملكة الأرض وبيقتل الوحوش وبياخد الطفل منهم، يرجع الطفل منهم ويوديه لأمه، لكن للأسف تموت وهي بتقول للورد إن ده ابنها ليو كانج، وبتحمله رسالة يقولها له لما يكبر إنها كانت بتحبه، وبتموت الأم. ومن ساعتها اللورد رايدان بياخد ليو كانج وبيعلمه وبيربيه لحد ما يبقى المحارب المختار. اما بقى في الوقت الحالي فبنلاقي ان شاوكان ملك العالم الخارجي بدأ فعلا حربه مع مملكة الأرض وبعت وحوش من عنده ملهاش عدد علشان تهجم على البشر وتقتلهم، وراحت جيوش كتيرة من الوحوش علشان يهجموا على معبد مملكة الأرض، لكن الجنود وقفوا بمنتهى الشجاعة يدافعوا عن المعبد ويدمروا الوحوش بالمدافع، وقدروا فعلا يقتلوا كتير جدا منهم، بس كمان عدد كبير من الجنود اتقتلوا. الوحوش قدرت توصل لباب المعبد وتحاول انها تهده علشان تدخل المعبد، لكن الجنود بيطلعوا بالمدافع بتاعتهم فوق سطح المعبد وبيضربوا الوحوش اللي عند الباب وبيقتلوهم كلهم. وفجأة بيظهر وحش ضخم بجناحات، ساعتها بتيجي طاقية ليها حلقة معدن زي السيف وبتقسم وحش التنين ده نصين، وبترجع الطاقية لصاحبها تاني اللي هو القائد الشجاع سترايكر، الفارس اللي بيقف بمنتهى القوة علشان يدافع عن المعبد وبيقتل الوحوش. لكن للأسف الخطر موجود وفي وحش أضخم وأكبر بيحاول يكسر باب المعبد علشان يدخل. سترايكر بيجمع الجنود وبيقفوا قدام الباب علشان يمنعوا الوحوش من الدخول، بس الباب بيتكسر وبيدخل منه وحش قوي جدا وكبير عامل كده زي البرج. طاقية سترايكر بتوقع وحوش كتيرة وبتقتلهم وبيحدف الرمح بتاعه بكل قوته على الوحش فبيدخل في عينه، لكن الوحش بيطلع السهم من عينه وبيمسك سترايكر يكتفه، ولسه هيديله الضربة القاضية بتيجي طيارة من السماء وتقع على الوحش وتسويه على الأرض، وبيخرج من الطيارة دي 2 أقوياء بيطلعوا الرشاشات والمسدسات وبيقتلوا في الوحوش، وبيفضل الرصاص طالع من رشاشاتهم من غير توقف لحد ما يموتوا كل الوحوش اللي عند البوابة. ال2 دول بقى هما كانجلو وماكس. الوحوش لسه بتيجي ناحية المعبد بأعداد كبيرة جدا، وواحد منهم بيروح يبلغ القيادة بالخسائر، لكن هيلاقي ان كيتانا قائد جيوش الوحوش ما بيهمهاش الخسائر على قد ما يهمها دخول المعبد وتدميره، فبيجهزوا وحوش تانية علشان يحوطوا المعبد من كل اتجاه ويدمروه ويقتلوا كل اللي فيه. فجأة بيسمعوا صوت بيضحك وبيتريق عليهم، الشخص ده بيكون النجم المتألق اللامع جوني كيدج. فالوحوش بتتلم عليه بالأسلحة بس هو ما بيهمهوش وبيطلب منهم انهم يستسلموا في مقابل انهم يحافظوا على حياتهم. جراءة غريبة مش كده؟ الحقيقة ان جراءته دي مصدرها اللي مستخبي وراه بالبندقية بتاعتها وعمالة تضرب في الوحوش. طبعا كلنا عرفناها، هي البطلة القوية سونيا بليد اللي بتقتل الوحوش اللي بدأوا يقربوا على جوني علشان يقتلوه. كيتانا بتطلب من جوني انه يرقع ويقسم على الولاء لشاوكان علشان تسيبه عايش، لكن سونيا بتفضل تقتل في الوحوش ببندقية في الوقت اللي جوني بيضربهم بكل قوة. بس الوحوش بتحاصر جوني وسونيا، ساعتها بيظهر باقي الفريق اللورد رايدان والمحارب المختار ليو كانج، وبيكونوا ال4 جيش مدمر بيقتلوا كل الوحوش اللي موجودة، لكن بتظهر وحوش أكتر وأكتر كأنهم مش بيخلصوا، لكن بيوقفوا من مرة دي ضوء قوي بيضرب الأرض ويخرج من الضوء ده واحد قوي كله عضلات وضخم ما تعرفش ده وحش ولا إنسان، ماسك في إيده مطرقة كبيرة من الحديد وبيكون ده شاوكان شخصيا. بنلاقي اللورد
رايدان جاي عليه وبيرحب بيه. بيقف اللورد رايدان في وش شاوكان علشان يحمي ليو وجوني وسونيا. ساعتها شاوكان بيعرض على اللورد رايدان انه يوقف الحرب دي للابد ويمنع الوحوش من قتل البشر مقابل شرط واحد، انهم يروحوا سوا للملوك ويطلبوا منهم انهم يعملوا بطولة تانية اخيرة للقتال المميت. طبعا جوني وليا وسونيا بيعترضوا، لكن اللورد رايدان بيفاجئهم انه موافق علشان يمنع الوحوش من قتل البشر ويحمي الاجيال الجايه. ويروح رايدان مع شوكان. هنا هنروح لعالم تاني خالص، العالم السفلي اللي رجع لسكوربيون بعد ما مات على الجزيره وهو بيقتل كوانشي. ونلاقي سكوربيون بيتخيل انه رجع لمراته هاتوري وابنه ساتوشي، لكن يلاقيهم بيتحرقوا وفجاه بيصحى من نومه ويكون ده حلم، ويلاقي نفسه بين شينوك وجنوده. شينوك هيقول لسكوربيون انه لما مات على الجزيره كان ماسك المفتاح في ايده، المفتاح اتحد مع روحه، علشان كده هو بس اللي يقدر يفتح البوابات المقفوله. علشان كده عايز يروح لمعبد العناصر ويفتح البوابات ويجيب له كل اللي هيلاقيه ورا البوابات دي، ولو ما عملش كده شينوك هيسلخ جلده ويعذبه. لكن سكوربيون ما بيهمهوش، فبيروح ناطط فجأة وبيقتل 2 من الجنود وبيهرب لمملكة الأرض تاني. ساعتها شنوك بيطلب من الحراس إنهم يكلفوا ناس كفاءة يدوروا على سكوربيون ويرجعوه. في الوقت ده في معبد بعيد هنلاقي 2 بيطحنوا بعض من الضرب. الاتنين دول هم سموك القوي والمحارب الشجاع كوايلينج أخو ساب زيرو اللي سكوربيون قتله، ومن ساعتها هو عايز ينتقم لأخوه. سموك وكواي أصحاب من زمان وبيتدربوا مع بعض على فنون القتال. سموك بيقول لكواي إنه خلاص آن الأوان إنه ياخد مكان أخوه ساب زيرو ويلبس العباية بتاعته، خاصة إن 2 من أصحابهم الأقوياء اختفوا واسمهم سايركس وسيكتور. لكن كواي شايف انه لسه بدري على انه يبقى في مهارة اخوه ساب زيرو. ساعتها لينكوي رئيس المعبد بيطلب يقابل كواي ولينج علشان يكلفهم بمهمة خطيرة جدا، وهي انهم يقبضوا على سكوربيون. كواي اول ما سمع الاسم عينه لمعت ووقف يطلب من رئيس المعبد انه يروح فورا ويقتل سكوربيون علشان ينتقم لاخوه. لكن رئيس المعبد بيرفض لان سكوربيون مطلوب حي وانهم لازم ينجحوا في المهمة دي، لان سكوربيون اقوى المحاربين فهم لازم يبقوا اقوى واسرع بكتير من دلوقتي. علشان كده هو عايز يحولهم لوحوش آلية علشان يبقى جسمهم قوي وسريع وما يموتوش، لان الجسم البشري بيفنى. والمفاجأة ان رئيس المعبد بيقول لهم انهم بقالهم فترة بيعملوا تجارب وقدروا يحولوا سايركس وسيكتور لوحوش آلية، بس كواي ولينج بيرفضوا انهم يتحولوا، فبيؤمن سايركس وسيكتور انهم يقبضوا عليهم ويحولوهم بالعافية، فبيهربوا منهم. لكن بيمسكوا كواي ويحاولوا يكتفوه، بس لينج بينقذه ويضرب فيهم، لكن للأسف بيمسكوا لينج وبيكتفوه وبيحاولوه بالعافية وهو بيصرخ على كواي علشان يهرب بسرعة. وفعلا بيهرب كواي وهو شايف ان صاحبه بيتحول. اللورد رايدان وشاوكان بيوصلوا للمكان اللي متجمعين فيه الملوك وبيطلبوا منهم معركة أخيرة للقتال المميت، فبيوافقوا علشان يمنعوا قتل البشر. لكن الغريب ان اللورد رايدان بيطلب من الملوك ان هو اللي يحارب بدل البشر، لكن المشكلة انه ملك والمسابقة للبشر العادية، فبيطلب من الملوك انه يخليه شخص عادي ويشيلوا منه الملكية. فالكل بيستغرب لكن بيوافقوا وبيتحول رايدان لشخص عادي، وبيرجعوا بعد كده لمملكة الأرض تاني. وشاوكان واثق من انتصاره بعد اللي حصل. الوضع على الأرض بين الوحوش والبشر إن كل واحد فيهم مستني نتيجة المقابلة بتاعت رايدان وشاوكان. وفجأة نلاقي أبواب كتيرة اتفتحت للوحوش علشان يرجعوا منها مكان ما جم. محدش من الأبطال فاهم إيه اللي بيحصل، لكن بيظهر اللورد رايدان فجأة وبيقول لهم إن الملوك وافقوا إنهم لازم يستعدوا وإن خلاص هيحارب معاهم في المسابقة دي علشان يخلص العالم كله من شر الوحوش للأبد، ويفتح لهم البوابة علشان يدخلوا منها المكان المسابقة. وبعد ما كلهم يدخلوا رايدان هيحس بحد مستخبي وبيطلب منه يظهر، وبيطلع انه مستخبي ده هو سكوربيون اللي قدر يهرب من شنوك بكل سهولة. فيسألوا عن سبب وجوده، فبيقولوا انه عايز يفهم حكاية المفتاح اللي مربوط في روحه دي. فرايدان بيشرح له ان ده معناه ان هو الوحيد اللي يقدر يفتح باب كوميدوغو اللي هي الرفات بتاعة الكيان الواحد، وده كان ملك متمرد له قوة غريبة، لكن الملوك قطعوا حتت وخبوا كل حتة في مكان، ولو الحتت دي اتجمعت تاني وكونت الكيان من تاني هتدمر العالم كله، وشنوك عايز يجمعه ويدمر العالم. ساعتها سكوربيون بيطلب من رايدان يستخدم قوته ويخرج المفتاح منه ويدمره، لكن المشكلة ان رايدان دلوقتي ما عندوش قدرات خارقة فمش هيعرف يساعده، علشان كده بيطلب منه يهرب ويستخبى. بس سكوربيون خايف انه لو اتمسك يجبروه انه يفتح البوابات، لكن رايدان بيقول له انه لازم يعرف طريقه ويختار الخير دايما.
بيوصل رايدان ومجموعة المكان المسابقة وبيلاقوا تشاو سانج بيرحب بيهم وبيوديهم عند الملك شاوكان. شاوكان بيطلب منهم انهم ما يخرجوش بره القلعه بتاعه المسابقه وما يأذوش حد بره القلعه طول اليومين بتوع القتال. بتبدا الجوله الاولى بين جوني ووحش عامل زي العنكبوت اسمه ديفورا، لكن واضح ان ديفورا قويه جدا فبتقدر انها تهزم جوني اللي ضرباته ما كانتش قويه ليها، فبتكسب ديفورا الجوله الاولى. اما ليو كانج فبيكسب الجول بتاعته وبيهزم الوحوش اللي قدامه. سونيا كمان بتهزم المنافسه اللي قدامها وبتكسر جمجمتها، وماكس كمان بيخلع دراعات الوحوش اللي قدامه. واضح كده ان فريق رايدان بيكسب، علشان كده شاوكان زعلان وطلب استراحه. في الوقت ده في مكان بعيد هنلاقي سكوربيون بيهرب من الاتنين اللي بيجروا وراه سايركس وسيكتور، لكن مهما حاول يضربهم اجسامهم الحديد مش بتتاثر وكل شويه يطلعوا سلاح من حته في جسمهم. ولسه جايين يضربوا سكوربيون فجاه جه كواي وجمدهم في مكانهم علشان عايز ينتقم لاخوه وهو اللي يقتل سكوربيون. بس اللي مش متوقع ان اللي يضرب كواي المره دي وينقذ سايركس وسيكتور من الجليد هو سموك، بس بعد ما اتحول وبقى وحش آلي زيهم. فقدروا انه يضرب قوي وبيرميه البحر ويضرب سكوربيون فبيغمى عليه وياخده معاه. اما لو رجعنا للمسابقه هنلاقي ده ميعاد الجول بتاع اللورد رايدان اللي واضح انه مش بنفس القوه بتاعته، فالوحوش اللي قصاده بتكسر عظمه وبتضربه لغايه ما وشه اتغرق دم. بس رايدان يقدر انه يكسر رقبه الوحوش ويموته. سموك واللي معاه بياخدوا سكوربيون وبيوصلوا البوابات علشان يفتحها، لكن هو ما بيرضاش، بس هم بياخدوه بالعافيه وبيحطوا ايده على البوابات فبتتفتح كلها. ساعتها الجنود عايزين يقتلوا سكوربيون، لكن بيظهر تاني كواي اللي شايف نفسه احق بدم سكوربيون، فبيقوم كواي يحبس العساكر بالجليد وبيحاول انه يقبض على سكوربيون، لكن سكوربيون بيهرب تاني. وفي استراحة المسابقة هيودوا المجموعة كلها في أوضة علشان يباتوا فيها الليلة. أما سكوربيون فراح للمكان اللي فيه كوميدوغو ولقى مكان واسع وفيه طرق مش كاملة، هيحاول يعدي يوصل هناك، لكن بيلاقي ان كواي وراه بيلاحقه وعايز يقتله. سكوربيون بيحاول يفهمه ان قتل اخوه بالغلط وبيعتذر له، وبيقولوا ان السبب ان كوانش اتنكر في شكل ساب زيرو وقتل اهله ومراته وابنه، لكن كواي ما بيقبلش اعتذاره وبيضربه. بس فجأة بيلاقي لانج وسايركس وسيكتور جايين عليهم وبيضربوهم، فسكوربيون بيطلب من كواي انه يساعده علشان ما يموتش هنا. فعلا كواي بيساعده لحد ما بيوصلوا لكوميدوغو، وهناك بيحاول يقتله تاني، بس سكوربيون بيوقف ايده وبيفهمه انه عارف شعوره وان كمان روح الانتقام ملت قلبه، وده اللي خلاه بقى وحش. علشان كده بيطلب من كواي ان هو كمان ما يملاش قلبه بالانتقام ويفكر في الحياه. كمان سكوربيون بيقول لكواي انه موافق يموته بس ياخد الكوميدوغو ويحمي من الاشرار، لانهم لو اخدوه هيدمروا العالم كله. لكن للاسف ان الاشرار دول هييجوا ويكتفوا رايدان ويوقعوا صخره على كواي وياخدوا الكوميدوغو ويهربوا. بيحاول كواي يمنع صاحبه انه يسرق الكوميدوغو، لكن خلاص فات الاوان. اما بقى في المسابقه فسونيا هتحارب الوحش اللي هزم جوني اللي عامل زي العنكبوت وتقدر انها تقتلها، لكن ماكس هيحارب شاوكان شخصيا، وطبعا شاوكان عنده قدرات فبيقدروا نتغلب عليه ويدمر دراعاته الصناعيه. اما سترايكر فبيحارب تشانج سونج اللي هيتنقل في صوره سترايكر وبرضه علشان يخليه، لكن المفاجاه انه هيدخل في جسم سترايكر ويدمره من جوه ويقطع راسه ويموته وبعدين يخرج من جسمه. في الوقت ده سكوربيون بيفك قيوده وبيشيل الصخره من على كواي وبياخده علشان يكملوا رحلتهم ويجيبوا الكوميدوغو. اما كونج لو ابو طاقيه ليها سن حاد بيموت وبيحارب شاوكان بقوه، لكن شاوكان بيقتل كونج بالطاقيه بتاعته وبيقسمه نصين بالطول. كيتانا واضح كده انها اتأثرت من القسوة والوحشية اللي بيقتل بيها شاوكان، علشان كده لما يجي الدور عليها في مواجهة رايدان وتتغلب على رايدان ولسه هتديله الضربة القاضية بالسكينة بتاعتها، راحت حدفت السكينة على شاوكان نفسه ودخلت السكينة في قلبه على طول ويقع على الأرض. وساعتها تقول إنها بقت ملكة العالم الخارجي وتستسلم لمملكة الأرض وتحررها من الظلم. بس المفاجأة إن شاوكان هيقوم تاني ويمسك في كيتانا ويضربها وبيقول لها إنه مش بيموت بسهولة وإنه مش هيقتلها وهيخليها تشوفه، وهو بيضم مملكة الأرض لحكمه ويدمر كل حاجة فيه. بعد كده سونيا بتحارب شاوكان وبتسدد له كام ضربة، بس للأسف بيطلع رمح بقوة سحره وبيدبه في رجلها وبيهزمها. ودلوقتي بيجي الدور على ليو كانج قدام شانج سونج واللي برضه بيستخدم سحره وقدر انه يعمل لعنة على دراع ليو فبقى دراعه مش شغال، ومع ذلك قدر ليو انه يكسر رجلين شانج وخلاص هيديله الضربة القاضية، لكن بيقرر انه ما يقتلهوش وبيسيبه عايش بهزيمته وضعفه. في الوقت ده تشينوك بيستعد لتجميع قطع الكوميدوغ ومستني القطعة الباقية علشان يجمع الكيان الواحد، وفي نفس الوقت بيظهر لينك واي ومعاه الثلاث وحوش الآلية بتاعته ومعاه القطعة الناقصة. لكن لما بيعرف ان اللي طالبهم شينوك وان دي قطع الكوميدوغ اللي لو اتجمعت هتدمر العالم، ساعتها لين بيحاول يوقف شينوك، لكن شينوك بيطلع وحوشه اللي بيقتلوا لين وبيطلعوا عموده الفقري من جسمه
ويكمل شنوك تعويذته علشان يكمل الكيان. في الوقت ده هتكون الجولة المنتظرة بين شوكان ورايدان، وعلى الرغم ان رايدان قوي وقدر انه يسدد كام ضربة لشوكان، لكن شوكان بقدراته السحرية عمل 4 سهام دخلهم ال4 في جسم رايدان اللي وقع والدم غرقه وما كانش قادر يقاوم. وفي اخر نفس لرايدان وهو بيبص لليو قال له ان امك بلغتني رسالة قبل ما تموت وهي انها كانت بتحبك. وهنا شوكان قسم رقبة رايدان وموته. ساعتها ليو زعل جدا، لكن افتكر رايدان قال له ان مهمتك الاساسية انك تقتل شوكان. ساعتها من النار اللي ولعت في قلب ليو ظهرت عليه وخلت حركته اسرع من الصاروخ، بس شوكان قدر يظهر المطرقة بتاعته ويضرب بيها ليو ويوقعه على الارض ويديله كام ضربة في الصميم. الناس افتكرت ان خلاص ليو خسر، لكن المفاجأة ان ليو قام اقوى من الاول وجسمه كله مولع نار، حتى ان اللعنة اللي كانت في دراعه راحت وبقى اقوى من الاول، وقعد يضرب كور النار على شوكان، وبعدين ضربه بلوكميات كتيرة متواصلة غير توقف وبالنار في جسمه لحد ما كسر عظمه وموته على الارض. ساعتها الناس استغربت ان خلاص كده مملكة الارض هي اللي كسبت. بيروح ليو ينقذ كيتانا، لكن فجأة بيظهر الملوك كلهم تاني وبيباركوا ليو على قوته، ومكافئتهم هتكون انهم يخلوه الملك، وكمان علشان يقدر يواجه الخطر الأكبر وهو الكيان الواحد. وفعلا بيبدأ ليو يترفع والضوء يطلع من جسمه وبيبقى حجمه أكبر وجسمه كله منور. لكن في الوقت ده الوحوش بتخلص على لين والجنود ال3 بتوعه، وبيكون شينوك خلاص كون الكيان الواحد وبدأ يظهر فعلا وحش كبير وليه قرون ضخم جدا. في الوقت ده بيظهر سكوربيون وكواي وبيقتلوا الوحوش اللي حوالين شينوك، لكن للأسف مش بيقدروا يوقفوا الشينوك لأنه خلاص الكيان الواحد اتكون وبدأ يدمر في الدنيا ويهد العوالم كلها. ساعتها ليو مجموعة من مملكة الأرض بيروحوا للمكان اللي فيه الكيان الواحد. ليو بيتحول لتعبان كبير وبيجي مع الكيان، لكن في الوقت ده سونيا بتطلع الأسلحة وبتوزعها على الفريق كله علشان يروحوا يحموا الناس من الوحوش اللي ظهرت. وفعلا كل واحد منهم بيروح مكان علشان يحمي الناس اللي فيه. الوحوش بتهاجم على المدينة والبوليس بيحاول يصدها وبيساعدهم جاكس والمجموعة. أما ليو فبيتلف حوالين جسم الكيان علشان يكتف حركته، لكن الكيان بيمسكه وبيطيره بعيد، فليو بيغمى عليه وكيان بيمسكه تاني علشان يخلص عليه. لكن ساعتها بيظهر سكوربين وكواي وبيضربوا الكيان بالرمح والجليد لحد ما بيفوق ليو ويقطع ايد الكيان ورجليه علشان يشل حركته ويوقعه. ساعتها الكيان حجمه بيصغر خالص، فليو بمنتهى البساطة بياخده يفعصه بين ايده زي الصرصار وبيموت الكيان، وبيطير ليو يرجع العالم التاني زي ما كان ويمنعه من الانهيار. وكواي بينقذ سكوربيون وبيوصله لمكان امان، وبيرجع ليو لشكله الطبيعي مع اصحابه ومجموعته اللي مستعدين يواجهوا كل الشرور وينقذوا العالم. بس المشكلة ان بعد ده كله جثة شوكان اختفت، عشان كده محدش عارف راحت فين، فخلي بالكوا على نفسكوا. وبكده يكون فيلمنا خلص، اشوفكم في فيلم جديد.